السلام عليكم. اليوم غادي ندير معكم واحد العجينه ديال البيتزا. كما كتشوفوا درت معلقه تاع السكر ومعلقه تاع الخميره، ودرت الدقيق، درت الزيت البلديه وشويه ديال الملحه، وعجنتها بسميتو عجنتها في الترمومكس، ومن بعد جبدتها من الترمومكس وعاودت طلقتها واحد شويه. العجينه كتكون جاريه شويه، والاهم في هذا الشيء انه تكون المده ديال التخمير تكون فايته 6 سوايع. كما كتشوفوا كتكون بحال العنكبوت من الداخل، بحال ديك الخليه ديال العنكبوت. هذا يعني انه العجينه راه يعني جاهزه للاستعمال. درت منها 3 ديال الكويرات كما كتشوفوا الفقاعات، وغادي نغطيها عاوتاني حتى كتطلق مع راسها. وغادي ندوز باش ندير معكم لاصوص بلونش. درت فيها لا كريم فريش، ودرت الجبن المثلث، درت الجبن ديال الشيدار 3 ديال او 2 أو 3 كما بغيتو. الا كان عندكم الشيدر محكوك غادي ديروه حتى هو. ودرت شويه د الملحه وشويه البزار. صافي هذا ما كان، وكنديرها فوق العافيه حتى كيذوب لينا داك الجبن والجبن الشيدر. هنايا خديت الكويره الاولى وتنسرحها بهذه الطريقه من الوسط، وكنخلي دوك الجوانب منفوخين. من بعد كنهزها، كنحاول انني نسرحها ما بين كما كنديروا حنايا. هذه الطريقه كيديروها البيتزا، حنا راه كنديروها للشيار. صافي كنسرحها على الشكل اللي بغيت، ولا تتكون رقيقه، ولكن الجوانب تيبقاو هكاك منفوخين. تشوفوا الفقاعات، تنوريكم الفقاعات، هذا يعني انه العجينه راه ناجحه. من بعد تنتقبها بالفرشيطه، وكنزيد هذيك الكريم او لاصوص بلونش، كتجي ابن من البنه. الصراحه بنينه بزاف بزاف بزاف. وبقى لي واحد شويه والله الا كليته غير بالمعلقه، لانه فريمون كنتمنى انكم تجربوها حيت بنينه. درت البطاطا، سلقتها، قطعتها كشرائح رقيقه جدا، وستفتها، زدت عليها الثومون، وقطعت عليها البصله، رشيت عليها لوريغون، ورشيت عليها التوابل تاع البيتزا، هادو هي شريتهم الصراحه. ودرت عليها البصله، ومن بعد درت رشيشه ديال الزيت. والله تحلفوا عليها انها راه تاع الزنقه. اللي يعني حطيتيها ليه والله ما يعرفك. بهذه الطريقه هذه راكي صوبتيها في الدار، نفس العجينه، نفس الرطوبيه، نفس كتشهي. هانتوما راه الصوره واضحه قدامكم. كنتمنى منكم انكم تجربوها، وما تنسوش ديروا لي قليب، وشجعوني. شكرا لكم.